أهلا بكم من جديد في فقرة بين قوسين. بعد 10 سنوات تقريبا من البحوث والتجارب في مخابر وطنية وأجنبية، يعود إلينا السيد الطبيب الدكتور توفيق زعبيط بدواء وهو اختراع فريد من نوعه في العالم، دواء لعلاج السكري، هذا المرض الذي ربما يعاني منه أكثر من 4 ملايين مريض في الجزائر لوحدها والملايين في كل العالم. هذا الاختراع الفريد من نوعه، نعم، هو من اختراع طبيب جزائري من قسنطينة من الشرق الجزائري. نرحب جميعا بالسيد توفيق زعبيط الذي سنتكلم معه عن هذا الاختراع الكبير وهو مفخرة لكل الجزائر. تفضل سيد توفيق. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق، مبروك عليك ومبروك علينا وعلى الجزائر، وبشرى لكل المرضى اللي يعانوا من هذا الداء الفتاك، يعني الملايين من المرضى فقط في الجزائر وربما ملايين أخرى كبيرة جدا في العالم. 10 سنوات من التجارب، من البحوث، من التعب، من ربما التنقل بين الجزائر والدول الأخرى، في الأخير تكتشف علاج لداء السكري. هل يعني لك أن تلخص لنا يعني هذه 10 سنوات تلخصها لنا في عجالة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علاج مرض السكري أو يعني ماهية هذا الدواء، هذا الدواء من نوع خاص، لأنه أنا ارتأيت في لو ديبي، معليش تكلم بكل راحة، في لو ديبي تاع الباركور، يعني لو سيغمون ديابيت، لاحظت بلي لي لابوراتوار لي شيرشور دو بار لو موند عندهم هم وشغل شاغل، يعني يساتاك او شيفر، يعني السكري كمرض ياخذوه على انه السكر طالع في الدم او هابط في الدم. خذ نفس، انا نشوف عندك لو تخاك شويه. خذ نفس. قبل ما تلقى هذا علاج لهذا المرض، انت من قبل لقيت علاج للصدفيه، مرض الصدفيه، هذا هو العلاج. نعم، هذا علاج وبرنامج لمرض الصدفية، يعني وهذا المرض وهذا الدواء الفريد من نوعه، فريد من نوعه، لأنه هذا الوحيد في العالم اللي يوصل الشفاء التام للمريض، يعني نعم. في العالم، يعني منتوج جزائري موجود في الجزائر. نعم، منتوج في الصيدليات. ما سمعناش عليه كثير. والله لم نسمع عنه. لماذا؟ لأننا نحن دائما نقبر تلك الكفاءات والإبداعات والابتكارات الجزائرية. نحن نحتقر بعضنا بعضا. يعني دكتور توفيق نحن لم نسمع به إلا من خلال قناة الشروق. نعم. ولو كنا نقدر علماءنا وأساتذتنا وخبراءنا والكثير من توفيق المخبيين في ولايات الجزائر وما أكثرهم، هو ممكن ربما يأكد لك أن من أمثاله الكثير. نعم. لكن يموتون ولا نسمع عنهم، يكرمون في العالم. أختي ليلى، والله العظيم رأينا علماء جزائريين يكرمون في دول عالمية، ولكن عندنا معليش باش نحط الأمور في نصابها وكل واحد نعطوا له حقه. وزير الصحة السيد عبد الملك بوضياف اتصل بالدكتور توفيق وثمن الاختراع تاعو، وراه محيط به وبكل خطواته وهو يراقبه عن كثب. خلينا هذا موضوع راح بعدين نتكلموا عليه، وهذا شيء يشكر عليه سيد الوزير. نتمناو من المسؤولين تاعنا يروحوا في هذا الاتجاه. فقط هذا علاج للصدفية. متى اخترعت هذا اخترعته 2000. هل هو فعال؟ هل هو يقضي نهائيا على هذا المرض؟ يصدر كذلك للخارج؟ نعم يصدر. نعم. هذا اخترعته في سنة 2000 وكنت شاب شوية ومبتدئ، يعني اخترعت لا تيوري وما كانش عندي سوتيان في لابراتيك، يعني في الممارسة تكون لا تيوري تاعي هذه
حاجه جديده في لا ثيرابي لي مالادي كرونيك، حاجه جديده يعني. وبور لي سيونتيفيك وكانه يسمع في روايه يعني خارجه عن هذا، محال يعني رايح اون مالادي كرونيك واوسي كونسيستونت كو لو بسوريازيس وتقول انا العلاج نهائي امبوسيبل. Bon, من 2000 ل 2004 j'ai fait quand même quelques expériences où j'ai démontré que النتائج الأولية كانت جوست. نعم. مشيت من الجامعة قسنطينة اون فرودات تخدمت المركز الصيدال بعد ما كانت عندي عروض ديجا. كانت عندي نحكوا على هذه العروض يعني راح نكتشفوا فيك عدة أشياء أنت اليوم. نعم. هذا اكتشافك لهذا العلاج لهذا المرض تاع الصدفيه هو اللي قادك باش تلقى علاج للسكري. نروحوا لهذا السكري لانه ربما يهدد حياه الناس، كاين الناس يموتوا بهذا المرض. نعم نعم. كيفاش حتى توصلت لهذا بلا ميم ايبوتيز هذه فرضيه، سي اون ايبوتيز اي لابروش ثيرابوتيك. المشكل هو يوقع في او ميم بوان، سي اون مالادي اوتو ايمين héréditaire chronique يعني كاين بيناتهم سي دي مالادي كوزين، سيتادير كي تعود عندك اون بروجيكسيون وان شيما ثيرابوتيك يمشي للبسوريازيس. الناس بالك تجهل واش هو البسوريازيس. بسوريازيس اون ماتيير دو ثيرابي سي انكرويابل، باه تقدر تكونتروليه ولا تفهمو الو لا تو لو ميتريز وتكونتروليه بور ليراديكي يعني تستريتيه. سي ايمونس. وانا نقول لك وبصراحه بالك سي لا بروميير فوا نقولها، الصعوبات اللي لقيتها مع البسوريازيس مش كيما الصعوبات تاع اللي لقيتها مع داء السكري. داء السكري يعني بالك من عند ربي هذه والله الحمد لله هذه نعمه. نعم. جاني مرض السكري سهل على البسوريازيس. نعم. بقيت 7 سنوات في صيدال، في مؤسسة صيدال تعمل في البحوث. نعم. عملت معاهم عقد. نعم. ولما وصلت باش اكتشفت الدواء وجدت صعوبات. يعني لا فيزابيليتي درنا الاكتشاف كان قبل، لو ديفلوبمون لا فيزابيليتي درناه في سي ار دي صيدال. كي وصلنا بون كاين كونترا دو كونفيدونسياليتي مشينا فيه، وكي وصلنا لو كونترا دافير هنا كاين هما كانوا كل شهور كاين فراغ قانوني ما يربطش مركز البحث والاندستري. طيب هذا الفراغ القانوني موجود في الجزائر فقط، انت اخذت هذا الاختراع ورحت به لدولة اخرى ماشي باش تنتجه هناك. نعم. رحت جمعت فلوس، جمعت اموال. نعم. عاودت وليت للجزائر وانتجته في الجزائر. نعم. وما انتجتوش في الخارج. ما ننتجوش في الخارج. طيب هذا الشيء يعني شبك قال لك ما ننتجوش في الخارج. بالرغم من كل الصعوبات اللي لقاها والاغراءات. توفيق جوستومون كنت تكلمت على صيدال ومشكل باش سوقت المنتوج هذا الاختراع تاعك. هل تظن انه في الجزائر ما كانش ان سوتيان دعم من طرف يعني ممولين سي سكون ابل لي فينونسي ولا لي فينونسي دو لابوراتوار كما يكونوا في الولايات المتحده؟ كاين سكون ابل لي غران لابوراتوار عندهم دي دون، عندهم دي فينونسي اكسيتيرا. لا في الجزائر هذه العقليه او الثقافه هذه ما تكزيستيش. نقدر نجاوبك. اي جوستومون راني نسقسي فيك علاش على حسابك في لي بيي كيما هادو يمن في العقل البشري مجسدها قانونيا، عندهم لي بودجي ا ريسك. هو يقدر ان سونتر دو ريشيرش يعطيه 20 مليار وي $2 يمدها له وما يروحش يقول له انت واش درت. هذه سكون بودجي تاع لا ريشيرش ياك. وي هو على باله باللي يكون تصلح اون ريشيرش وحده بارمي 200 ريشيرش اللي صرف عليها يفا تو ريكوبيري. بصح حنا في الجزائر راهو مال الشعب، ما تقوليش عندك انت فكره في راسك والشعب يصرف. لكن هذه اللي انا نعطيك السبب خويا توفيق. نعم. احنا الحمد لله في الجزائر النموذج التنموي الجزائري هو غودرون تروطوار، والان دخلوا لنا العشب الاخضر. هذا ينفق فيه آلاف المليارات. اما عقل كعقلك ولا عقل كالعقول الجزائريه الكثيره هذه لا يستثمر فيها لانه ما عندوش الثقه فيك تماما. انا كاستاذ في الجامعه انا اثق فيك لانني ادرك بان العلم يوصل
طريق العلم يوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. السكر عنده العلاج. طيب يستحيل ما كانش العلاج. باش نفهموا من بعد كيفاش قدر قلت لما جيت هنا جبت معك الامكانيات الماديه اللازمه وانتجته في الجزائر. انتجته في الجزائر وفت في قناه الشروق. نعم، وسجلته في وزاره الصحه. هذا اول دواء. وشافك الوزير اللي هو يعرفك من قبل، قلت يعرفك. نعم. كنا بقيه الحكايه. مشكورين يعني ليكيب تاع الشروق. مشكور خاصة الزميل عمر بودي اللي هو صحفي نشيط ومصور بندهيبة. مميز. صحفي نشيط ومميز. وإحنا نفتخر به. وعلى فكرة هو كل التفاصيل الخاصة بهذا الدواء الذي سينقذ حياة الملايين من الجزائريين تتابعونه بالتفصيل في الشروق تحقق لي الزميل عمر بودي، سنعلن عليه في وقته بحول الله. تفضل احكي لنا بعد لما جيت وانتجت الدواء الآن. نعم، انتجت هذا صودرما. نعم. وهذا للصدفية، وزدنا الاختراع التالي لتساقط الشعر. نعم. توجور في لي مالادي كرونيك. نعم. بالنسبة للسكري. نعم. دواء تاع السكري هل انتجته أم لا؟ دواء السكري هذا مشروع. مشروع ولكن هذا الدواء أنت جربته في الخارج. نعم. جربته. نعم. على رئيس جمعية السكري في النمسا على ما أظن. رئيس مخبر. نعم. عالمي. وهو ينتج الأنسولين. وهو يعاني من داء السكري. جربت عليه هذا الدواء ماشي جربت عليه، لا، هذوك ناس ما تقدرش تجرب عليه. انت جربت على اظن رئيس جمعيه نعم. داء السكري. كانت الفكره تاعو هو علم هما يتبعوا شويه لي ريشيرش، وانا قلت لك مشيت للخليج وجيت يتبعوا في لو باركور باسكو على بالهم باللي الصدفيه ماشي حاجه لعبه، وعلى بالو باللي لا ريميسيون هذه تاع 7 سنين دونك جو بو اريفي افيك ما تيوري المرض السكري. علاش باش نتبعوا. نعم. أنت جربت هذا الدواء على رئيس جمعية داء السكري في النمسا. نعم. في النمسا. نعم. نعم. هو جربوا على نفسه. نعم. عنده 80 سنة. 93 سنة. وشوف هي تماما من هذا المرض. 93 سنة. كان أعراض السكري مهما أنهم هما المنتجين الأوائل في العالم تاع الأنسولين، أعراض السكري يعني راح تقضي عليه، فإذا به يهبط للستاد ويلعب ماتش. سبحان الله. والله العظيم. الله صادق. دونك ولكن هل تعتبر أنه شفي بعد تناولها هذا الدواء أم ربما يحتاج إلى مراحل؟ لا احنا عندنا دواء كيما ستوب شوت، سي او بو دو 6 جور تشوف لو شونجمون تاعك. وهل يبقى ياخذ هذا الدواء ام ياخذه فتره؟ احنا هنا نخليو هذا الاختصاص للاطباء. انا ننصح حتى ان شاء الله لا كتب له ربي يخرج ما ينقطعش الصله بين الطبيب والمريض. ولكن اذا كان ياخذ هذا الدواء باستمرار راح يكون كما الانسولين. لا. انا انتجه وانا نعرفه الدواء. انا ماهوش من نوع الانسولين ولا موليكول شيميك اللي تضرك. احنا نفهموا لا سيلول باللي خاصها اكس، ولا كان خاصها فاكتور اكس احنا نديروا لا كومبونساسيون. هنا وين والخليه تاخذ من لا ماتيير اللي تعطيها وتبني نفسها وتتعاود الخليه. خويا توفيق، ماذا اقترح عليك هذا هو اقترح على المشروع ككل. هو في مش هو كجمعيه كهيئه. نعم. قال هذا مشروع القرن، هذا نوبل. الله اكبر. ورقم ارواح الله. نوبل. وماذا اشترط عليك؟ داروا له تحاليل. وماذا اشترط عليك؟ هو ما اشترطش، هو الواقع نهضروا درك الواقع. قال لي تاع ارواح، وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس. ولكن ما دامك انت عربي راك ما تقدرش تبارتيسي. وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه خلاص. انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه. الحمد لله. قال لي ارواح عندنا كاين عندنا كيبعث لي الكونطرا قريت يفو با تقول الدواء راهو عربي وانت عربي اون فا ايسيي دو سينو اون اوكين شانس ما يفوت لا دواك لا انت. قلت له مادام هذه هو عربي
وانا عربي كيفاه تحب تسميني بيير ولا جورج والله ما فهمتكمش. يعني بدل دونك اسمك ويعقب الدواء. il n'existe pas الدواء هذا il n'existe pas. جوستومون سي توفيق، كاين مشكل كبير تاع لو ماركتينغ تاع لي برودوي دو سونتي في الجزائر. هنايا باغ اكزومبل صيدلي عندها تجربه كبيره في الميديكامون وكلش، ما جامي شفنا ان سبوت ولا اون انونس تاع ان برودوي تاع صيدال. نفس الشيء لي بريفي اللي يخدموا حتى هذا هو يقول لك علاج الصدفيه ومجرب على حالات وشوفيات، وهذه الحالات راح يتابعوها في برنامج الشروق تحقق، لانه راح نعرضوا كل الحالات والحالات اللي جربت هذا الدواء كيفاش كانت كيفاش ولات. لكن لا احد يعلم. بصح ليلى، هذه سي اون فورم دو بوبليسيتي، ليميسيون سي اون فورم دو بوبليسيتي. مي انت باش تسوق البرودوي تاعك لازم دير له دي زانونس، دير له لا بوبليسيتي. هذيك سا دوموند كوميم ان فينونسمون. أنا معك. شوف، أنا الهدف تاعي ما عمره ما كان تجاري، ونعرف باللي لازم له لا ديليغاسيون، لي سيمينار، لازم له نيمبورت كيل برودوي انوفون جديد لازم تمشي دير لو بورت ا بورت اي تو اكسبليك. من جي لونسي ان ديفي، طلقتو قلت له روح وحدك، تو في تا بروبر بروموسيون سي سي جو سور. دوك انا عندي المريض اللي يجيب المريض، انا ما نروحش نطبطب على الطبيب. طيب سافياندرا ابري المريض اللي يجيب المريض ايسي، سامحيني، ولا اون اوروب ولا او زيتازوني، وما يخفاكش باللي صودرما تتهرب في الكابات وتتباع 100 اورو في فرنسا، وانا نتبع ديما. هذه تاع الصدفيه، هذه تاع الصدفيه. نعم. بالنسبه لدواء علاج داء السكري واش اسمه ذكرني؟ احنا مديت له اسم صافي 5 ans ديابيكسين، ما جي با انجستري لو نون طونك لو برودوي ني با انجستري. مي ابارامون خرج ان نون ديابيكسين في الدنمارك ولا لو نون ديابيكسين سي با مون ديابيكسين. من بعد راح يكون له اسم اخر عنده دينوميناسيون ان شاء الله اي كلاسيفيكاسيون فارماسيوتيك و انجسترمون باسم يعني مو تكنيك فارماسيوتيك ولو نون كوميرسيال. هل جربته على بعض المرضى اللي عندهم داء السكري في الجزائر؟ مئات. النتيجة كيفاش كانت؟ في 6 أيام يقول لك العبد اللي لأنه مهم جدا هذا الموضوع. 6 أيام الإنسان الأول راح وهذا إنسان ثاني، خاصة الولاد الصغار. يجوا لك الناس حتى للبيت يسألوا عليك؟ لا أنا عندي مخبر معروف يعني، وجاي بوكو دامي وانا معروف في الدومين، انا ننتج دواء. جبت ان لو اللي درته مع مخبر عالمي في فرنسا ما نسميوهش، سلكت عليه لو وراه جبته وجي ديبوزي دي زيشونتيون حتى في المينيستير دو لا سونتي. هذاك عندي تو سكيفو. اذا انت جربت هذا الدواء تاع علاج داء السكري، جربته على الكثير من الحالات. نعم 11 سنه وشوفيت لمده 11 سنه وانت تجرب. 11 سنه وانا نطور ونجرب ونطور. نعم. وتجرب على الناس، ما عندكش مشكل لما تجرب دواء على الناس؟ ما عنديش مشكل، نعرفه مليح. دوك انا يعني خدت يعني خاطرت كمان. لا ما خاطرتش، خلاص نعرفه مليح. انت تعرفه، ولكن خاطر بحاجه العلاج تخاطر بحاجه شيميك، تخاطر بحاجه حاجه نشربها انا وولادي. وراه وصل الموضوع، من بعدك نروحوا للاسئله تاعك. نعم. وراه وصل الموضوع الان. الموضوع احنا ماذا بينا هذا الدواء يصنع ويباع لكل الناس، وكل الناس تستفيد منه بفضل الشروق. بارك الله فيهم. ليكيب تاع على راسها عمر بودي دائما. عمر بودي الكاميرامان جرى في التحقيق هذا. نعم. خدمنا مع بعض 3 فوا. بداو لا بروميير فوا غير بسوريازيس، كان كونتاكت صغير، وقلت له سي عمر القضيه وقيله راح تكبر. ضحك، قلت له نفكرك باسكو لو بسوريازيس ما يهضروش عليه الناس، مي سي ان بروبليم ايمونس. وراه البسوريازيس عاود اتصل بيا قال لي حنا نتبعوا، عجبني الحماس تاعو. قلت له سي عمر كي تتبعوا انني صليت ركعتين لربي سبحان، وجو في انونسي بور لا بروميير فوا هذا الدواء. ربي يكمل لك كما جات بون. وراهي واصله الامور الان. امور الحمد لله. السيد عبد الملك بوضياف اللي يعرف الدواء من قبل، ملي كان والي في قسنطينه هو يتابع. شوفوا احنا هذه الصور لما الوزير جاء حتى لقسنطينه وحوس عليك واتصل بك. تنم وجود كاميرا قناة الشروق اللي نعتبرها يعني من القنوات
اللي عندها صداها واللي عندها يعني مستمعيها ومتفرجيها، باش نتوجه الى كل الباحثين، الى كل الجزائريين اللي عندهم هذا الاهتمام بانه ما يفشلوش، بانهم يتصلوا بنا، الابواب مفتوحه، نشجعهم ونرافقهم ونحل لهم كل المشاكل تاعهم، فقط يقوموا بالعمل تاعهم. ونهني الشعب الجزائري بهذا الانتاج اللي انا متاكد بلي راح يكون يخلق يعني ثوره كبيره جدا في هذا المرض. نعم، نتمنى اذا الامور راهي تمشي في الطريق السليم. نعم. وقتاش نقدروا نشوفوا هذا الدواء في الصيدليات الجزائريه، وربما كذلك التسويق يباع في الخارج، لانه فريد من نوعه في العالم. يا اختي، دواء يمد نتائج في 6 أيام. قبل ما ندخل عندك البلاطو، ان بيوشيميست دو رينومي من الخروب كان يهضر معايا، اسمعي الجواب، بيوشيميست وهو ثاني شارشار في الديابيتو. عيط لي قال لي بنتي، قلت له واش بها بنتك؟ قال لي راحت دارت الامتحان تاع الرياضيات بالتفوق، وجات زات بريبارات الامتحان الاخر وخرجت تلعب. قلت له علاه من قبل؟ قال لي كي تخلص الامتحان ديوها هازينها قبل 6 أيام، كون دير ان ايفور مونطال يطيح لها السكر. نعم، وهي قال لي بنتي خاطي بنتي تناولت هذا الدواء. نعم، عندها 6 أيام. نعم. شوف اخويا توفيق، انا نقول لك حاجه، في بلادنا هذه لازم يكون عندك النفس الطويل، وان تكون صبورا، عندي 16 سنه، وان تتوقع. يا 16 سنه برك، انا عندي انا 43 عام وما عايش في الجزائر، انت عشت في الخارج مده معينه، لكن معليش انا في الحقيقه انا متشائم جدا، ونحتاج الى وزير للسعاده في الجزائر من اجل ان يزرع السعاده. معليش استاذ مسدور، احنا رانا هنايا باش ما نتشائموش كثيرا، لكن خليني اختي نزرعوا شويه. اتحدث بحقيقتي. معليش. انا امل ان الكلمات التي قالها وزير الصحه تجد طريقها الى التطبيق، ولا يكون مصيرها كمصير القرارات التي تبقى 4 سنين و14 سنه والناس يخيطوا في فمهم. ابقى صبورا واصبر واستعن بالله، واعلم بأن الله عز وجل سيوفقك. إذا ما خدموهش هنا بعد فترة معينة دير ان تايمينج، إذا ما احترموش أسألك بالله روح سلك الناس في العالم فقط، لا تنتظر أحدا. اسمعني مليح والله راني نقول لك، ولا واحد يكذب عليك. أخاف أن يكون كي الدبليو يموت في يدك، لا تتركه. حارب في الجزائر، معليش، حارب حتى يجسد، ولكن إياك، العالم بأسره ينتظر هذا الدواء. سي توفيق، كاين شيء مهم جدا في الاختراع، هو لا سيكوريزاسيون دو برودوي، يعني لو دروا تاع البرودوي تاعك. اسكو تو ا روسو دي غارونتي باش يعني تامن الاختراع تاعك، خاصه انه الجزائر معروفه بان ما عندهاش لي موان باش تامن الاختراعات الجزائريه. Je connais beaucoup de gens à Genève et chargés des brevets وحده، وهادو كيما واش صنعت الشروق et les témoignages que vous avez vus هادو عمرهم ما كانوا شهادات كيما هادو دو بارلمون. هذه سي اون بروتيكسيون لينا حنا، مسمى سي لو دوبل انتيري. هذه سي اون بروتيكسيون. الى نهار وجا نيمبورت كان لابوراتوار ولا انفونتور وقال هاو دوايا وتسمعوا لي ميم تيمونياج راهو جزائري ويدي على روحه. دكتور توفيق، نعم. انا عندي تخوف، يعني مانيش عارفه اذا كان التخوف تاعي في محله او لا. انا متخوفه على حياتك من مخابر ادويه عالميه، لانك انت بهذا الدواء راح تكسر كل الادويه، ملايير الدولارات راح تخسر هذه المؤسسات. هل تخوفي في محله؟ هل انت متخوف كذلك؟ والله كل واحد عمره وين يحبس. هل صحيح وزير الصحة اقترح عليك حماية؟ يعني إذا عملها يعني هل اقترح عليك حماية؟ أنه حسب معلوماتي اقترح عليك حماية. نجاوبك بطريقة علمية. احنا ما نشكلوش خطر على اللابوراتوار الاخرين. علاش؟ احنا جينا نعمروا انكاز. انت تقول هكذا، ولكن هما يفكروا فلوس، يفكروا اموال. عارف
خاطر اقتصاد المرضى عالمي. اقتصاد كبير. احنا ما رانيش نقول للناس حبسوا الانسولين ولا لوطر تريتمون. سيتادير كو كاين ان فولي فارغ عند لو ديابيتيك. ولكن هم ما يخموا بهذه الطريقه. لا وصلت المخابر الدوليه، وصلت وين خلقت فيروسات. دكتور توفيق يقول لك بيزنس، هو ما يهضر. خلقت فيروسات لكي تخلق لها فيما بعد ادويه. نعم وقتلت ناس. تقتل الناس. فانا اتمنى من وزير الصحه ان يؤمن حياتك، لانك مهم جدا كشخص، كجزائري، كاختراع، ككل شيء ان شاء الله. وانا ادعم رايك يا اختي ليلى، واتمنى ان يحميه الله عز وجل. سبحان الله. يحمي حتى ماشي باش نخوفوك، احنا خايفين عليك فقط. والله لن يصيبك شيء باذن الله تعالى. ولا يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله يطول عمرك. يعني نخاف نخبيه والناس قاعده تموت وانا نتفرج. واحد قصوا له رجليه، واحد ما يشوفش، واحد مات. علاش حتى ما غير ما نموتش انا. لا حتى والله فقط تجربة ليلى. انا اعرف احد كبار علماء العالم الاسلامي، البروفيسور عوض منصور، اخترع 39 دواء مسجل في الاف دي اي الامريكيه. وحدثت الدكتور توفيق عن هذا البروفيسور العالمي. العجيب انه في العالم العربي والاسلامي نهار اللي ما مشى لهمش في دوله من الدول عطوا له شك على بياض، اتهموه بالاتهامات الخطيره. وبالتالي انا نقول لك احذر من هؤلاء العرب، لا يعرفون قيمة العلماء. إن شاء الله هو راهو الآن تحت حماية وزير الصحة، يعني شخصيا، وين راه يقدر هذا المجهود الكبير وهذا الاختراع. وإن شاء الله راك في بلادك، وهذا الدواء فقط يخرج إلى العلن خلاص، يعني ما يعودش يشكل أي خطر. خلاص خرج للعلن. هنا شخصيا ما يهمش. نعم. باسكو عقبنا على une commission. On a présenté le traitement. Au fait, c'est pour l'enregistrement. Donc, c'est les investigations scientifiques. مش في يدي أنا. نعم. Moi, je présente mon travail. كاين خبراء عقبنا على des professeurs. Ils ont accepté le projet. نعم. كي رحت لوزير الصحة مش باه نصوروا نو كمان. لجنة. لا فوتنا على une commission. J'ai déposé les produits. J'ai tout déposé. أنا نبداو بلا ما ندخلوش في لي ديتاي. وان شاء الله سيد الوزير يتصل بي شاك دو جور في التليفون شخصيا. نعم ان شاء الله. خاطر حاجه مهمه جدا تعني العائلات. شكون العائله في الجزائر اللي ما عندوش واحد مريض بالسكر؟ صح. ما نقول العائله الصغيره ولا الكبيره، تهم كل الجزائريين، تهم الانسانيه والبشريه بشكل عام. يعني خلاص دوك انا ديبوزيتو شخصيا. شكرا جزيلا لك. نعم السيد دكتور توفيق زعبيط، نشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة. هنيئا لك، هنيئا للجزائر ولكل الجزائريين وللإنسانية. نتمنى لك النجاح والتوفيق، وحنا رانا معك ندعموك ونرافق كل اختراعاتك ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. كاين مزيد والمزيد حول هذا الموضوع بأدق التفاصيل في روبورتاج عمر بودي الصحفي النشيط في الشروق تحقق. إذا بهذا الخبر السعيد ننهي هذه الحلقة من النقاط على الحروف. نلتقي بإذن الله الخميس المقبل بمواضيع جديدة. إلى اللقاء.